السلام عليكم. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ والله كنت عايز حله فرداني او حلتين كده مقاسات معينه يعني، بس اهم حاجه عندي تكون بتخش غساله الاطباق. غسالة الاطباق. لان انا جيت في بقى المكان الصح. سكن عزابي بقى وكده، فحته غسيل مواعين وكلام من ده، بس عايز حاجه بالله عليك يعني الخامه بتاعتها ما تبقاش بتتجرح. طيب احنا هنا واقفين عند الاطقم. دي طقمه كامله. كلها اطقم. لا بما انا انك عايز انت عايز فرداني. فرداني. فتعالى معايا كده. بص يا حاج بقى، قبل ما اجي معاك انا ليا عندك طلب. انا عندي ثقه كبيره في المكان وكل حاجتي باخدها من عندك. تمام. فبعد اذنك انا جبت مره حاجه نيو فلام تقريبا كان اسمها او سافلون. تمام. الحاجات دي كانت محترمه، بس انا عايز حاجه يعني انت ما عندكش مشكله في السعر؟ لا سعر ما عنديش مشكله، انا عايز حاجه تقعد كويس، عشان مش كل شويه اشتري كل شويه اشتري، عايز حاجه تيجي تقعد، وعايز حاجه تدخل غساله الاطباق. دي اهم نقطه في الموضوع عندي عشان ما بغسلش مواعين. تمام. احنا بقى عندنا النهارده الحلل دي حلل كوري اصلي. كوري اصلي، حاجه محترمه قوي وحاجه تقيله قوي وفيها توزيع حراري، وطبعا الغطا والحله لون واحد، اليد منه فيه. وحضرتك بتكلمني في سافلون ونيو فلام، دي بقى تغطي على السافلون وعلى النيو فلام وعلى اي حله موجوده. ألمونيوم يا حاج؟ ده ألمونيوم مضغوط صب. تمام. والطلع بتاعه يستحيل يتقشر ويستحيل ينقر ويستحيل يلزق الاكل فيه. ما شاء الله. بص يا باشا، عندنا هنا 5 حلل ومقلايه. ده كده طقم بقى؟ لا مش طقم. هو لو انت عايزه طقم 5 حلل ومقلايه تاخده طقم، لو عايز فرداني هتاخد فرداني. المقاس ده هيبقى تقريبا مناسب؟ ده مقاس 22 وتقريبا ده الناس بتحتاجه كتير. هو مقاس 18 الحله الصغيره. هو المقاسات عندي عباره عن 18 و20 و22 و26 و28 والمقلايه 20. تمام. ايوه انا ممكن احتاجها برضو معايا المقلايه دي. الخامه حضرتك انت طبعا زي ما انت قلت انت بتثق في المكان. طبعا. وانا دايما بهتم بان انا اللي بقوله لازم يبقى موجود عندك في البيت. ما شاء الله. يعني لو انا قلت لك دي مش هيحصل، لو انا قلت لك دي مش هيحصل فيها حاجه، يبقى فعلا مش هيحصل فيها حاجه اكيد نهائي. بضمان بقى قد ايه من المكان؟ 10 سنين من المكان من عند حضرتك. ضمان 10 سنين. طيب وانا بكلمك عن تجربه شخصيه وعن ان الحلل دي عندي في البيت وبقى لها اكتر من 3 أو 4 سنين وجديده زي ما هي. زي ما هي. وزنها مناسب برضه يا حاج. وزنها حلو تقيله والخامه روعه وكوري يعني كوري. يعني انت تنصحني اخد من ده فرداني يا حاج؟ اللي انت عايزه من طب انا لو عايز نفس المقاس قطعتين من نفس المقاس مفيش مشكله ولا؟ زي ما انت عايز زي ما انت عايز. تمام. بس هتسمح لي ان انا اقول لك الاسعار؟ ماشي ارجوك. كلها. عايز اكد على حته ان انت قلت لي ما عنديش مشكله في الفلوس. لا خالص. وان انت كنت بتجيب سافلون ونيو فلام. وان انا هغطي لك عن السافلون والنيو فلام، هغطي عليهم مش عايز اشتري تاني يعني. مش هتشتري تاني. مش هتشتري تاني. وفعلا الخامه اللي حضرتك بتكلمك عنها دي اعلى من السافلون واعلى من النيو فلام. بالنسبه للتوزيع الحراري بقى ما الاقيش جنب ساخن، من لان انا واجهت المشكله دي مره. مفيش الكلام ده فعلا. الحله توزيعها الحراري ممتاز جدا. هو متوزع على 4 قطع قد بعض بالظبط. هتلاحظ ان احنا عندنا هنا في الغطا في الفتحه دي دي التبريد. لو هي عشان الغطا ما يعملش ايه، لو انت بتعمل رز او كده ولا حاجه الغطا ما يعملش كده زي ما نفس تسمعلوش صوت نهائي. فبيطلع من هنا. وطبعا ستات البيوت عارفه الكلام ده. ممكن اقول لك اسعار الحلل كلها والمقلايه بالنسبه لفئه الحلل اللي احنا بنتكلم عليها. الماتيريال انا شايفه مميز قوي بصراحه، لان اقل طقم سافلون او نيو فلام النهارده معدي ال 10000 جنيه. تمام. فاحنا هنا بنكلمك في حاجه فيها 5 حلل، لان السافلون او النيو فلام ما بيبقاش فيه 5 حلل، بيبقى 4 حلل بس. لكن احنا بنتكلم هنا دلوقتي ان انا اسال عن سعر الطقم كامل يا حاج. والله انا لو انت هتاخد الطقم كامل هيوفر معاك كتير جدا. لو كامل هيوفر معاك؟ هيوفر طبعا معاك كتير جدا. والميزه فيه كمان ان هو فرداني، يعني انت ممكن تاخد حله او 2. في ناس كتيره اخدوا منه لان احنا اشتغلنا منه فتره كبيره، وناس كتيره طلبته كتير جدا الفتره اللي فاتت. فعشان كده احنا جبناه النهارده. وانت من حسن حظك ان انت جيت وهو موجود واحنا لسه انا من حسن حظي ان انا جيت وانت موجود يا حبيبي والله الصراحه. احنا هنقول لك بقى الاسعار من اول المقلايه لحد الحله 28. المقلايه عندنا ب 850 جنيه القطعه. عندنا مقاس 18 من الحله عامل 1150. ومقاس 20 من الحله عامل 1450. ايوه. و22 عامل 1850. 26 عامل 2250. وال28 عامل 2450 جنيه. الطقم كله من اول الحله ال 28 لحد المقلايه 5 حلل والمقلايه بيعمل 9999 جنيه. تمام. كله كده مع بعضه كده. ده لو انت حابب، لو او عروسه بتجهز وحابه تاخد طقم حلل فعلا ما شاء الله. حاجه قيمه بصراحه. بيعمل 9999 جنيه في العرض.
اتفقنا ان شاء الله. هاخد قطعتين من دي وقطعه من دي، وكنت تمام. عايز استاذنك بقى، يعني عايز كبه للحمه، عارف انت الشغل برضو العزابي ده، انت عارف بقى ايه يعني، لو تقدر تساعدني فيها دي بصل برضو. وخضار بصل ولحمه وفراخ. طيب تعالى كده برضه انت من المحظوظين لان انا جاي لي النهارده الحمد لله. الكبه الاندلسيه تمام. التركي، حله 4 لتر، تمام. 1200 واط، بتعمل لحمه، بتعمل حلو. فراخ، بتعمل بصل وكل الخضار. حله ستانلس ستيل، الموتور بتاعها من الستانلس ستيل، 3 سرعات. السلاح بقى عشان انا عندي زي ما مشكله انت في السلاح. شايفها، زي ما انت شايفها كده. بص هنا الترس من الستانلس ما شاء والسلاح الله. هنا من الستانلس، الغطا من الاكليريك، الحله ستانلس ستيل. ما شاء الله. هنا 4 اسلحه. تمام. وده ايه الجلد ده؟ ده الجلد ده بقى ده سيليكون بيتعمل عشان تحت كده عشان ما تزحلقش، زي اللي ما عندي، صح. تزحلقش على الرخامه تمام. زي ما حضرتك عايز. تمام. الكبه دي حلوه قوي وكانت موجوده هي الساعه وخلصت. بتاعتها قد ايه؟ سعرها 4 كمان لتر؟ دي 4 لتر، وسعرها كمان حلو جدا. الستانلس ستيل مقاوم ضد الصدى، ما بيصديش خالص. زي الفل. سعرها كمان حلو قوي، لانها كنا شغالين 750 وعليها عرض النهارده ب 575 جنيه بس. الجميل ان الماتيريال بتاعها ستيل، مش بلاستيك. ستانلس ستيل في الترس هنا عشان ما يتاكلش، وهنا وستانلس كمان ستيل هنا ستانلس. برضه. ايوه يعني عشان ما يرجعش يبوظ برضه. زي ايوه الخلاط عندي باظ. ده ايه بقى الجمال ده؟ كانت قهوه بايركس شيك بالكهرباء، حلوه جدا برضو من اندلسيه، برضو التركي. وكانت ب 275 ونازله في عرض النهارده ب 225. عندنا بقى كمان لو انت عايز كاتل من اندلسيه برضو تركي، ده بايركس، واللي تحت القاعده من الستانلس ستيل، وحجمه 2 لتر. 2 لتر. الساعه بتاعته 2 لتر. ده بكام ده؟ كاتل حلو قوي قوي، وسعره حلو برضو كمان النهارده نازل ب 350 جنيه. اندلسيه دي ضن حاجه اندلسيه تحفه ما شاء الله. حاجتها كلها. ده سعره كام قلت لي؟ 350. 350. حاج احمد مشكورا، انت طبعا عملت مجهود معايا، بس انا يعني معلش هستاذنك في حاجه. الحاجه اللي انت كلمتني عنها دي انا هاخدها على ضمانتك انت. اي حاجه هتاخدها من عندي بضمان المكان على طول. اي حاجه، مش شرط حلل، مش شرط كبه، اي حاجه من عندي بضمان المكان على طول. توكلنا على الله. طب استاذنك بقى، يعني ايه، تجيبوا لنا حاجتنا 3 حلل والكبه والمكنه القهوه. عينيا حاضر. شكرا. دقيقه واحده وكل حاجه تبقى جاهزه. شكرا جدا. بعتذر لحضراتكم جدا، نسيت اقول لكم خامه الحلل وماركه الحلل هي لايفنج ارت فلاوري، والخامه من السيراميك المقاوم للتقشير او للتجريح او للالتصاق، خالي من الرصاص. الخامه محترمه قوي والحله حلوه قوي، هتعجبكم جدا وبتعيش سنين كتير جدا زي ما انتم شايفينها كده، تفضل جديده زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش دعمنا بلايك وصلوا على النبي في الكومنتات. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. يلا سلام.